بما انه موسم الفول الاخضر، هالوصفة رح تكون من اسهل الوصفات ورح تطلع اطيب اكلة رز بفول. رح اختار الحبات اللي فيها حصوص كبيرة وبلش اقشرها واخد هيدي الحبات. كمان هيدي الحبات بدي شيل قشرتها بمساعدة السكينة. بتخلص من كل هيدي القشور. وهيك الكمية اللي بدي اياها صارت جاهزة معي. ولسر النكهة بدي استخدم الشومر. هيدا الشومر هو رح يكون الطعم المميز بهيدي الوصفة. رح اخد كمية منه، رح افرمه كتير ناعم واتركه على جنب. رح اخد كبايتين من الرز، فيكن الحب الامريكي او البسمتي كمان. رح اغسلهم وصفيهم، ما في داعي اني انقعهم، وهيك بيصيروا جاهزين معي. بطنجرة رح اضيف معلقتين من الزيت، رح اضيف فوقهم حبات الفول بقليهم دقيقتين تقريبا. برجع بضيف فوق منهم الشومر كمان بقلبهم شوي. بهي المرحلة بتقدروا تضيفوا لحمة مفرومة إذا بتحبوا. بعدها رح أضيف الرز اللي أنا مغسلته ومصفيته، رح أضيف فوق منه رشة من البهارات، 7 بهارات وملح. بضيف معيار المي لكل كباية من الرز، ضفت كباية ونص من المي. وبس يبلش يغلي الخليط بغطي الطنجرة على نار خفيفة وبتركن ليتنبتوا ويستووا. بقدم مع لبن أو مع لبن وخيار، وصحتين وعافية.